تعال أقولك على 7 أفكار تساعدك على الوقوف قدام ربنا وقت الفتور. 7. لو مش قادر تصلي بالأجبية في نفس الوقت اللي كنت بتصلي فيه كل يوم، حتى بالتغصب، ادخل مكان الصلاة وقف قدام ربنا وافتح كتابك المقدس واقرا بصوت عالي في نفس الوقت اللي كنت متعود تديه لربنا في الصلاة. يعني بدل ما كنت بتكلم ربنا 10 دقايق مثلا، خليه هو يكلمك 10 دقايق. 6. ممكن تمشى في أي حتة هادية مع مزمور تكون انت حافظه، وكل ما يخلص تكرره لحد ما التمشية تخلص أو الوقت اللي كنت بتصلي فيه عادي يخلص. 5. حط تايمر على قد الوقت اللي كنت طبيعي بتصلي فيه، وبدل ما كنت بتصلي صلاة الغروب في ربع ساعة تصلي بس ربع ساعة من صلاة الغروب ببطء شديد، حتى لو خلصت بس جزء صغير منها، وده هيخليك تفهم وتتأمل كل كلمة لحد ما الوقت يخلص. 4. تصلي من صلوات القديسين في الكتاب المقدس. وعشان أسهلها عليك، كتير من صلوات شخصيات الكتاب المقدس هتلاقيها في دلال أسبوع الآلام، يوم سبت الفرح. صلي بيهم في نفس الوقت اللي كنت بتصلي فيه كل يوم. 3. ادخل مخدعك وابدأ اتكلم مع ربنا على كل واحد من اللي تعرفه. ابدأ بعيلتك الصغيرة وبعدين العيلة الكبيرة، الأصدقاء والمعارف، أصدقاء الكنيسة وأصدقاء الشغل، واللي معاك في الدراسة، والكهنة والأساقفة والبابا، وكل الشعوب والبلدان، وكل الأجناس والأديان. 2. نقي آية تكون قريتها في الكتاب المقدس أو سمعتها في عظة وعجبتك، فيها وعد حلو أو معزية. خش بيها مخدعك وافضل كررها وانت بتتأمل فيها كأنها بونبوناية. 1. شغل التايمر المرة دي على قد الوقت اللي بتقضيه في الصلاة، بس المرة دي بتغمض عينك وتقف ساكت خالص، وكل اللي في ذهنك إنك واقف قدام ربنا، مش عايز منه حاجة غير إنك تقضي وقت معاه. وكل ما فكرك يروح لحاجة تانية ترجع تقول لنفسك أنا واقف قدام ربنا والوقت ده بتاعه هو. شكرا ليك. ممدوح وديع.